ننتقل بكم الآن للتعرف على سحر الجنوب المغربي. بين أحضان الكثبان الرملية يفضل العديد من السياح مغاربة وأجانب قضاء عطلة ممتعة. محامد الغزلان وجهة سياحية بامتياز تتوفر على أعلى الكثبان الرملية في العالم. روبورتاج عبد الرحمن الناجي وعلي النيو. لا شيء يحض النظر هنا، تمتد الصحراء بلا نهاية، يسطو اللون الذهبي على كل شيء. هذه الكثبان الرملية هي مقصد لعشاق الرمال وجمال الشروق وغروب الشمس. أحب الرمال كثيرا، لا نملك مثلها في الدنمارك. الدنمارك بلد بارد جدا. نفضل المجيء إلى الصحراء لأنها متفردة. السياح شغوفون بهذا المكان. هذا الكثيب الرملي واحد بين أعلى الكثبان الرملية في العالم، يرتفع على علو 130 مترا. كثيب محاط بالعديد من الفضاءات السياحية التي يقصدها السياح من مشارق الأرض ومغاربها. نستمتع بالهدوء. الكثبان الرملية رائعة، أعجبتنا كثيرا. دعوتي للسياح بزيارة هذا المكان. العرق اليهودي هذه منطقة كتبعد تقريبا واحد 10 كيلومتر عند منطقة ديال المحاميد، فهي منطقة فيها كثبان رملية جميلة، فكنحضروا هنايا خاصة باش كنشاهدوا الغروب ديال الشمس اللي هو رائع تبارك الله. لا صوت يعلو على هسيس الريح. من قال إن متعة التزحلق لا تحلو مع الرمال. هذه الكثبان الرملية فقسيتها الآفاق، يقصدها السياح من مختلف بقاع العالم قصد الاستمتاع بسحر الرمال الذهبية وجمال شروق وغروب الشمس. للأولى عبد الرحمن الناجي وعلي النيو.